اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما عودتكم دايما بنتكلم عن يوميات او اشياء كان بيقوم بيها المصري القديم او يصنعها في حياته اليوميه. فاحنا النهارده هنتكلم عن الملابس في مصر القديمه. كانت الملابس بتصنع بشكل اساسي من الكتان، والكتان ده كان نسيج طبيعي كان شائع بسبب مناخ مصر الحار والجاف. هنلاقي المصريين القدماء استخدموا ألوان طبيعية زي الأبيض والأصفر، وكانوا بيصبغوا الأقمشة بتاعتهم بألوان متنوعة باستخدام المواد النباتية. بالنسبة للملابس الخاصة بالطبقات المختلفة، فهنلاقي إن الملابس بتاعت الملوك والنبلاء أكيد كانت بتختلف عن طبقة العمال والفلاحين. فكان الملوك بيرتدوا ملابس فاخرة جدا مصنوعة من الكتان الأبيض، وكانت طبعا بتزين بالذهب وبالمجوهرات. أما العمال والفلاحين فكانت الملابس بتاعتهم بتتكون من قطع بسيطة، بتكون قطع قماشية صغيرة عادة ما كانت بتربط بحزام أو برباط حوالين الجسم. الملابس عموما عند المصريين القدماء كانت مصممة بطريقة عملية وأنيقة في نفس الوقت. فكان الرجال بيرتدوا الشنديل، والشنديل ده عبارة عن قطعة من القماش ملفوفة حوالين الجسم. أما النساء فكانوا بيرتدوا ثوب طويل، ملابس طويلة. أما بالنسبة لأغطية الرأس ودي محتاجة حلقة لوحدها، فكانت عبارة عن التيجان أو الغطاء التقليدي، واللي كان بيرمز لحالة الشخص الاجتماعية. يعني التاج ده كان بيرمز لحاجة معينة، طبعا برضو بيرمز لحالة الشخص، هل ده غني ولا فقير ولا ايه بالظبط. على عكس الغطاء التقليدي، مثلا لو عامة الشعب لقيناه بيرتدي الغطاء التقليدي، فهنقول ان هو من عامة الشعب، يبقى كان كل غطاء للرأس بيميز صاحبه وبيميز الحالة الاجتماعية ليه. تاني حاجة او الجزء التاني من الفيديو بتاعنا النهاردة بنتكلم عن المجوهرات في مصر القديمة. استخدم المصريين القدماء مجموعة متنوعة من المواد عشان يصنعوا مجوهرات. المواد دي كانت ايه؟ كانت زي الذهب والفضة والأحجار الكريمة زي حجر الفيروز وحجر العقيق. وكمان استخدموا الخشب، وكان عندهم مهارة كبيرة جدا في فن صياغة المعادن. أما عن أنواع المجوهرات، فأول حاجة هنتكلم عنها كانت القلائد والأساور. وكانت بتعتبر القلائد من أهم الإكسسوارات في مصر القديم، وكانت بتصنع بأشكال متنوعة، بعضها بيحتوي على خرز ملون أو تمائم بتحمل رموز دينية، وهنعرف يعني ايه تمائم بعد شوية. تاني نوع من أنواع المجوهرات فكانت الأطواق أو الأطواق. عند المصريين القدماء كانوا بيلبسوا أطواق ذهبية ضخمة حوالين أعناقهم، زي كده القلادة بتاعت الملك توت عنخ آمون اللي موجودة في المتحف المصري بالتحرير. عادة ما كانت بتزين الأطواق دي بالأحجار الكريمة. تالت حاجة هنتكلم عنها وهي التمائم. وإيه التمائم دي؟ هي عبارة عن تمام صغيرة كده على شكل إيه؟ شكل حيوانات أو آلهة، كان بيلبسها المصري القديم عشان تحميه وتجلب ليه الحظ وتبعد عنه الشر. دي كانت معتقدات عند المصري القديم. كانت كل المجوهرات دي بقى بتحمل رموز دينية وروحية عميقة، بمعنى ان المصري القديم كان بيعتقد ان حجر الفيروز بيمتلك قوة روحانية، وكان حجر الفيروز ده بيستخدم بشكل واسع في المجوهرات. خاصة كان بيستخدمه الملوك والنبلاء، زي كده عين حورس وزي علامة العنخ اللي قدامنا دلوقتي دي. كتير بيشوف العلامة دي ويفتكر ان هي علامة صليب، بس ده غلط طبعا. ده بيرمز عند المصري القديم في الهيروغليفي ان دي علامة بتمثل مفتاح الحياة، بترمز للأبدية والخلود وللسيادة، وبترمز لشوية حاجات عند معتقدات المصري القديم. كان اسلوب الملابس والمجوهرات بيتغير بمرور الوقت بناء على التغيرات السياسية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، في فترة عصر الدولة الحديثة وأثناء حكم الملك رمسيس الثاني، كانت الملابس أكثر تفصيلا ومزينة بالذهب والفضة وبالأحجار الكريمة. بالنسبة للطقوس الجنائزية المرتبطة بالمجوهرات بقى، هنلاقي ان الموميا كانت بتلبس المجوهرات دي كجزء من الطقوس الجنائزية. ايه ده؟ ازاي موميا كانت بتلبس مجوهرات؟ هو زي ما بقولك كده، علشان المصري او الموميا اما يقوم في الحياة اللي بعد البعث او الخلود هيلبس الحاجات دي، وهيأكل الطعام المحطوط معاه في المقبرة، وهيلبس الهدوم برضو اللي اتحطت معاه في المقبرة. فكانت اي شيء بيستخدمه المصري القديم في حياته اليومية كان بيتحط معاه في مقبرته، عشان لما يصحى تاني يحيى تاني هيستخدم الحاجات دي. فكان بيتم وضع مجوهرات مميزة بجانب الموميا في المقابر.
ما تنساش لو فيديو عجبك تعمل لايك. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.